طب سمعنا يا عم الحدوته. سمعك الحدوته. حدوته امبارح ان الزمالك كسب الكاس في الباسكت. لا اخفيكم سرا ان انا ما بهتمش بالصالات قوي ده بجد، ولا هو انا كسبان عادي. ما هم اللي كانوا بيهتموا بيها الفترة اللي فاتت عشان كانت بتصبرهم على الكورة شوية، وزمان كانت حصة رسم. تمام. طول عمري عادي بتابع من بعيد كده، يعني بعرف الاخبار كده، لكن مش اللي هو اتفرج واركز واتابع ف فريق الباسكت بتاع الزمالك ده عايز اقول لك انه وضعه اصعب من فريق كوره. ما بيقبضوش يعني الزمالك بقى، فما بيقبضوش لعيبه مش عارف ملهاش، ما بتاخدش مستحقات. الصالات كلها مثلا بتلغي لها سفريات افريقيا، يبقى فريق كده متاهل لبطوله افريقيا ما يسافرش عشان ما فيش فلوس. اللبس مش عارف بيلعبوا بيه يخسروه عشان ما فيش لبس تاني. حاجات من دي بيقعدوا بقى بالشهور، الشهور ما بيقبضوش. حاجات زي كده. الباسكت كان مسيطر عليه الفترة اللي فاتت دي، يعني آخر 3 سنين مثلا الأهلي والاتحاد سيطرة تامة وكاملة. فكان سيمي فاينال الكاس ما بين الأهلي والزمالك، والناحية التانية الاتحاد والاتصالات. فالأهلي والاتحاد، أنا بحكي لك القصة دي ليه؟ عشان دي عبرة، عظة، إن ربنا ما بيتعاندش. وإن اعمل أنت عايزه ودبر وفكر ومشي واعمل كل حاجة، وفي الآخر اللي عايزه ربنا هيكون. الاهلي والاتحاد اتفقوا ان هم يجيبوا حكام اجانب عشان الاثنين بيشتكوا بالتحكيم قدام بعض. الاهلي طبعا الصياح مستمر في اي حته، في اي بطوله، في اي حاجه في الدنيا بيخسر بسبب التحكيم، والفرقه الثانيه بتكسب بسبب التحكيم في اي لعبه. والاتحاد برضو بيشتكي من التحكيم قصاد الاهلي. فالاثنين اتفقوا انهم يجيبوا حكام اجانب على حسابهم، ودفعوا نص بالنص عشان يحكموا لهم في الفاينل. فيشاء السماء العليم ان الزمالك يكسب الاهلي والاتصالات تكسب الاتحاد، ويروحوا هم يلعبوا الفاينل بتاع الكاس الباسكت بتحكيم اجنبي دفعه الاتحاد والاهلي للعب على الثالث والرابع، والاتحاد كسب الاهلي في الثالث والرابع. والزمالك خد البطوله، وشيكابالا زي ما شفنا كان بيحتفل، والوايت نايتس كانوا هناك موجودين. الجروب جزء التذاكر خلصت يعني. حاجه عظمه، الناس تروح الصالات دي حاجه عظمه بجد يعني انا عمري بصراحه في حياتي ما اروح ماتش باسكت، او يعني ماليش في الموضوع ده، لكن يشكروا ويحيوا يعني. دي حاجه. تاني حاجه، انت ايه اللي مضايقك؟ احنا دلوقتي شفنا جماهير شباب بلوزداد بتحيي حسن شحاته قبل الماتش. بعد الماتش شفنا صور للجماهير في المترو وفيديوهات بيضحكوا مع بعض ومبروك ومش عارف ايه. شباب بلوزداد النادي نفسه الاداره نزلت بيان شكر للزمالك، فالزمالك رد عليه بيان شكر ان احنا برضو اتعاملنا كويس عندكم ومبروك وهارد لاك والكلام ده، والدنيا حلوه خالص. فيجي لك واحد من اللا شيء كده، كيشو لجنه التحكيم بتاعت الاهلي، يقول لك على فكره بلوزداد ليه 3 ضربات جزاء. ده بجد هو قال كده، وجاب فيديوهات بتؤكد الموضوع ده. اكتر واحده عليها شك بتاعت الونش. يا ابني، يا ابني صاحب الحق نفسه ما اشتكاش. يعني انت مش هتبقى شايف الحقيقه اكتر منه، مش هتبقى محروق اكتر منه، او ممكن تبقى محروق اكتر منه، واضح انك محروق اكتر منه. لكن هو لو ليه حق مش هيسيبه، مش يعني اصل ده مش ماتش دور مجموعات هيتعوض وبتاع، ده ماتش اقصائي، هو خرج بره البطوله، فلو ليه حق في حاجه مش هيسكت. ودول جزائريين، يعني انتوا عارفين الجزائريين. فبالعكس ان هم يطلعوا يعملوا كده كجماهير وكاداره، معنى كده ان هم شايفين ان الموضوع عادي. زائد ان مش اي التحام يبقى ضربه جزاء. الكلام ده هنا في الدوري المصري بس، وعلى حسب لون الفانيلا كمان، لكن كوره بره غير كده. فكفايه صياح وكفايه. يعني انت دايما بتتهمني، بتقول لي انت بتشجع كل فرقه اللي بتلعبني، وركز مع نفسك، وركزت مع نفسك تبقى كويس والكلام ده كله. وانا مش مركز الا مع نفسي، بلاقيك شايف بتعمل ايه يعني. بتصيح على حاجه صحابه نفسهم ما بيتكلموش، ونفسك بلوزداد يكسب ومستميت، يعني فاهم؟ بقالك 3 ايام بتتكلم عن ان انا اتجاملت في ضربات جزاء. انا ما عنديش مشكله انك تشجع الفرق اللي بتلعب ضدي، وشايفه حاجه عاديه وحق اصيل، وانا بعمل زيك. بس ما تدعيش الفضيله وتقول لي انت ليه بتعمل كده، انا عمري ما بعمل كده. لا، انت بتعمل كده واوسخ من كده. ماشي. فهديها شويه. حاجه اخيره، يعني طب الدوري موجه والتحكيم موجه في الدوري المصري، وبيجاملني وبيظلمك. ما اعرفش بيجاملني في ايه يعني. على طول بص، طول ما شادي حبشي وبيستضيف كيشو
واسلام ومش عارف عايدي بيستضيف اسلام مهدي، وانه بيقعدوا يصيحوا مع بعض، تعرف ان الاهلي بيعيش ازنى فترات حياته يعني الكرويه. ف فلما تيجي تقول لي انت الدوري موجه ليك وبتتجامل، طب هات لي ماتش واحد انا اتجاملت فيه السنه دي في الدوري، ماتش يسكت يقول لك لا اصلا ويقعد يصيح تاني. فطيب انت في افريقيا التحكيم ضدك، خرجت رايح جاي من الترجي عشان عيسى سي ظلمك، وخرجت من فريق درجه ثانيه في كاس عشان الحكم ظلمك، وانا مكمل في الكونفدراليه النهائي عشان الحكم بيجاملني. يعني انا التحكيم معايا في الدوري وفي الكونفدراليه سبحان الله، انا ايه مسخر الناس كلها ليا. وانا لو جامد كده يعني كان زمان انا بقى اللي معايا عدد البطولات اللي انت بتتفخر بيها. فهديها عشان فيها اللي مكفيها.